شوف. ايوه ده ابو عرف احمر، تعالوا شايفين هذا العرف تبعه، بس تشوفوا العرف ايش يعني، شو يعني ذكر هذا وهذا. هذا ابو راس يابس، بعد شوي بتشوف شو بده يسوي فيه. اطيب كبسه بريه بتشوف للغنم الفاخر ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل العسل، قشطه 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 قشطه. بس ايوه هذول كافي، حاولوا تحطوا كميه معتدله، الله يرحم والديكم. البهارات الصحيحه اول اشي علشان الزيوت تطلع، الزيوت تطلع مع شوف للغنم، الله اكبر. هاي شويه هيل، وهاي الديوتش. هذا ديتش بلدي والثاني ديتش مش بلدي، جبت اثنين اني بدي اكتشف الطعم يعني. هذا ديتش بلدي سبحان الله لحمه مثل لحم شو الخروف. سر من اسرار الكبسه البريه الناجحه اللي من ديوتش الدجاج، تخلوا الدجاج من ناحيه الجلد وتقووا النار علشان يلسع ويتلشوع، يعطينا الطعم الخرافي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذا اللي بدي اياه، شايفين اللون هذا راح يعطيني طعم خرافي على الشوارع. شوف 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 شوف. شايفين شايفين. هسه ببلش احرك فيه، هسه تبدا مرحله النجاح البكالوريوس. هسه بحط الثوم السليم واللون السليم. يا سلام ما شاء الله على الريحه، ما شاء الله على الريحه، ما شاء الله تبارك الرحمن. الريحه وصلت لاخر العالم. شايفين طلع 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 اللون، طلع اللون، ولا بيطلع اللون غير السمن اللي على الشوارب. ما شاء الله لو قاعدين بتلاحظوا المي اللي كانت موجوده اختفت، وحاليا قاعد يتقلقل الدجاج، يتقلقل يتحمر تحمير. هسه بحط البصل، لا تحطوا البصل بالبدايه بتدمروا الحياه. هسه خلوا البصل يفرز المي اللي فيه ويتحمر شوي، بعدين بدي احطهم بطاسه الضغط واضغطهم 100%. طبعا بعد ما حمرته حطيته بطاسه الضغط ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي يجمد على الشوارب. هسه عنيات راح احط عليهم مي حاره واضغطهم تقريبا نص ساعه عشان يستوي، بعدين اكبس الرز عليه. شوف شوف شلون تغمر معي ما شاء الله. مي حاره نار. وهذا الملح بسم الله حطيتهن بطاسه الضغط وضبطت الوقت على نص ساعه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي دواء يا جماعه، والله العظيم دواء. بدي اطوق المي تبعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لا تحرمنا هالنعمة، لأنه ما بنقدرش نشكرها. لا إله إلا الله. شو هالطعم هذا؟ بسم الله ما شاء الله. شو هذا؟ يا شو هذا؟ هسه راح أضيف الحار بسم الله وخليها تغلى دقيقة بس. نجاح الرز لازم تغسلوه 100%، المي تبعيته لازم تشوفوها صافية وناقية 100% علشان النجاح. بسم الله. النار عالية يا جماعة لنجاح الرز ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين؟ بعد ما نشفت المي حطيتهم بالطاسة تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. كبسة برية بديوج وتشف للغنم الفاخر اللي على الشوارب. ما شاء الله ما شاء الله. كبسة برية بالديج مو بالدجاجة، بسمن تشف للغنم الأبيض اللي على الشوارب مثل العسل. جربوها من أحمد سمن وادعوا لي. مع السلامة.